قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها الأحبة، ما من مسلم في مشارق الأرض ومغاربها إلا وهو يوقن يقينا لا شك فيه أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه فطرة في كل مسلم. لكن الحق جل جلاله علمنا أن الحب لنبيكم ورسولكم محمد عليه الصلاة والسلام دليله هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. فالاتباع هو دليل المحبة وهو برهانها، ولذلكم نجد أمثلة رائعة من سيرة أصحاب رسول الله في اقتدائهم واتباعهم لنبينا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أسوق لكم اليوم 3 أمثلة. المثال الأول نقرأه في صحيح الإمام مسلم، أن صحابيا اتخذ خاتما من ذهب، تختم بخاتم من ذهب، فرآه رسول الله، وقد نهى النبي أصحابه وهو لا يعلم أن الذهب والحرير حلال لنساء أمة سيدنا محمد، حرام على رجالها. رأى النبي هذا الصحابي يتختم بخاتم من ذهب، فجاءه رسول الله ونزعه من يده وطرحه أرضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ وبعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة له: خذ الخاتم وانتفع به. يعني يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يعطيه لنسائه، لكنه قال لهم، وانظروا إلى دقة الاتباع، قال لهم: والله لا آخذ خاتما وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن ليأخذ ذلك الخاتم وقد طرحه رسول الله من شدة الحب ومن شدة الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وأما المثال الثاني في الاقتداء والمحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أيضا الحديث نقرأه في صحيح الإمام مسلم. رجل يقال له أبو مسعود البدري من أصحاب رسول الله، كان يضرب غلاما له بالصوت، فرآه رسول الله فصاح به: اعلم أبا مسعود. لكن أبا مسعود كان مغضبا، لم يفهم أن الصوت من رسول الله، لم يفهم أن مصدر الصوت هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا منه رسول الله وهو يقول: اعلم أبا مسعود، يقول: فشعرت أن الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول ابن مسعود:
فوالله لم أضرب بعده أحدا أبدا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاهد نفسه ألا يضرب أحدا بعدما قال له رسول الله: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وأما المثال الثالث أيها الأحبة نقرأه في صحيح الإمام البخاري. سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله قال: دعيت مع رسول الله إلى طعام، فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم مرق فيه دباء أي قرع. قال: فكنت أرى رسول الله يتتبع الدباء في القصعة، يعني رأيت رسول الله يحب الدباء القرع، فما زلت أحب الدباء من يوم أن رأيت رسول الله يحبه. سبحان الله، انظروا إلى شدة المحبة والاتباع لرسول الله. ولا أنسى أبدا عندما كنا طلابا في المدرسة الشرعية وضع لنا طعام على الغداء هو الدباء القرع. طالب من الطلاب رآه الأستاذ لا يأكل من الدباء، فسأله: لما؟ قال: لا أحبه يا أستاذ. سبحان الله، غضب غضبة وكأنه الآن أمامي، وصرخ قائلا: رسول الله يحب الدباء وأنت تقول بأنك لا تحبه، كيف تجرؤ على هذه الكلمة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها الأحبة، أختم بالفائدة المرجوة من هذه الخطبة فأقول: إن كنا نحب رسول الله فلنحافظ على سننه، سنن الصلاة. لا تقل إنها سنة يعني الأمر فيه سعة، أبدا. أنت محب، أنت متبع لرسول الله، حافظ على سنن الصلاة، حافظ على صلاة الضحى، حافظ على قيام الليل، حافظ على صلاة التهجد، حافظ على صلة الأرحام، حافظ على كل أمر طلبه منا نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا اتباع نبينا في أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه، إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.